هذه الصورة خوتي تبين لكم باللي الرئيس الامريكي ترامب مدير عرض خاص باه ينكح رؤساء الدول الاوروبيه جماعيا. خوتي هذه هي الصورة اللي ما يحبوش يشوفوها خونة الجزائر امثال امير ديزاد وزيطوط وبن قعرة وسقلوب وبولحي هذاك. علاه خوتي ما يحبوش يشوفوا هذه الصورة؟ ما يحبوش يشوفوا هذه الصورة لانهم ما يحبوش يشوفوا شواكرهم مهانين ومذلولين لهذه الدرجة، وبالاخص ما يحبوش يشوفوا شكورهم الكبير اللي هو الرئيس الفرنسي ماكرون، وهو جالس خوتي في هذه الوضعيه المهينه والمخله بالحياه، ومدير الطابور ومدير لاشين باه يدي شكوره تحليب، والله ينتظر الدور تاعو باه يدخل عند الرئيس الامريكي ترامب ويرضى عليه ويمارس عليه الفعل المخل بالحياه. خوتي مادامكم في الفيديو هذا ما تنساوش تخليوا لي كلمه باهيه لفرنسا والخونه تاعها في التعليقات. بسم الله. هذو اللي في الصوره رؤساء الدول الاوروبيه وعلى راسهم خوتي الرئيس الفرنسي ماكرون كما موضح في الصوره. ركزوا خوتي مليح وشوفوا مليح مع هذه الصوره، تشوفوا الوضعيه المهينه والمذله اللي جالسين بها رؤساء الدول الاوروبيه وهم ينتظرون الرئيس الامريكي ترامب انه يستقبلهم. باينين خوتي مقلقين ومكبوتين على الاخر، ما جابوا لهم لا كاوكاو لا تاي لا جرنان باه يعقبوا الوقت. الاداره الامريكيه معروفه انها اداره بخيله. هذا رؤساء الدول الاوروبيه لازمهم يديروا حسابهم مليح قبل ما يدخلوا عند الرئيس الامريكي ترامب، ما على بالهمش واش راح يطلب منهم ولا واش راح يدير لهم. هذه الصوره خوتي راح تبقى في التاريخ. علاه في راكم؟ الاجابه بكل بساطه لانه اول مره في التاريخ رئيس امريكي يهين ويذل رؤساء الدول الأوروبية بهذه الطريقة، يعني نكحهم نكاحا جماعيا والله دار لهم حمام جماعي، وبين لكل العالم أن الدول الأوروبية بدون أمريكا لا شيء. ومن بعد يخرجوا لك خونة الجزائر أمثال زيطوط وبن قعرة والمازدا وسقلوب وهذاك بولحياء الملعون يدافعون على شواكرهم الأوروبيين، وخاصة هم يشتيوا يدافعوا على فرنسا والرئيس الفرنسي تاعهم ماكرون. واش راكم خوتي ندافع على بلادي والله الوطن تاعي اللي هو الجزائر، والله ندافع على فرنسا اللعينه؟ واش راكم خوتي ثاني ندافع على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المعروف بالنيف تاعو والمواقف المشرفه تاعو، والله ندافع على الرئيس الفرنسي ماكرون؟ خوتي ماذا بكم تعطيوني الاجابه في التعليقات.